السلام عليكم احبتي، ورجعت لكم اليوم بفيديو جديد وبسيط. يا رب ان شاء الله يعجبكم. اليوم راح اسوي طريقة عمل الداطلي. طريقة عمل الداطلي والمواد المطلوبة هسه راح اشرح لكم اني. المقادير هي كوب ونص من الطحين، نص كوب من الطحين الفرخة او السميد اللي يكون كلش ناعم، عندنا ملعقة واحدة نشا، ملعقة كوب بيكنج باودر، رشة ملح صغيرة جدا، عندنا هنايا بيضتين، كوب واحد حليب، فانيلا. بس حبيت اشرح لكم هنايا بالفيديو هذا. احنا خلينا كوبين ماي على النار. اثناء ما يغلي النار احنا هسه راح نمزج كل المواد هنايا ونخلطها زين ونجانسها، بعدين الا نضيفها على الماي احنا خلينا كوبين من الماي وخليت كوب واحد من الزيت النباتي. على المواد قدامكم واضحة. احنا اللي راح نخلط هسه عندنا هنايا هاي ملعقة النشا، البيكنج باودر هاي الملعقة، رشة ملح، رشة ملح مو هواية. عندنا هنايا احنا خبطنا السميد والطحين، قلنا كوب واحد من كوب ونص من الطحين قلنا، ونص كوب من السميد، سميد الفرخة اللي يكون السميد الناعم. نخلط المواد زين ونجانسها. اثناء احنا هسه ما جانسنا المواد كلها هنا خلطناها عندنا، راح نروح ندب الطحين والسميد اللي خبطناه والنشا والبيكنج باودر والرشة ملح، وين نخليها على يعني نخليها بالقدر ونقلبها، نوخرها من النار ونقلبها رأسا خاطر ما تعجن عندنا. وبس نكمل من النار وعجناها وكملناها، راح نحضر عندنا العجانة احنا، وبعدين نضيف عليهم الكوب واحد من الحليب والبيضتين نخلطهم، وعندنا الفانيلا ونرجع لكم. بس حبيت اشوفكم خطوة بخطوة وراجعت لكم. طبعا اثناء ما خليت اني المواد اللي ذكرناها احنا، كان الماي يعني قاعد يفور، ضفت عليه ووخرته من النار. لازم هسه احنا نجانسه، بس حبيت اشوفكم شكله هذا بعدني اني ما خلطته زين، حبيت اشوفكم بس يخلص شكله ويعني يصير مثل العجينه. راح اشوفكم ونحضر العجانه خاطر نعجنه ونشرح لكم اكثر، انتظرونا. ورجعنا لكم من جديد. طبعا عندنا احنا هاي العجينه اثناء ما بردت، احنا ما يصير نستعملها هي وحاره، نستعملها هي وبارده. بردت عند العجينه وهاي صار شكلها. راح اشرح لكم، بس حبيت اوضح شغله. طبعا اسفه اني قلت كوبين ماي وكوب واحد زيت نباتي، هو الصح كوبين ماي وملعقه اكل زيت نباتي. بس حبيت اوضح لكم لان اسفه، لانه قلت خليني اشرح لكم خاطر لا تنسون. قلنا كوبين ماي وملعقة وحدة أكل زيت نباتي. هسه أنا حبيت أشرح لكم أثناء إحنا ما صارت عندنا العجينة. هاي العجينة صارت عندنا هيك راح يكون شكل العجينة، بس حبيت أشوفكم إياها هيك راح يصير شكلها. إحنا إيش راح نسوي هسه؟ راح نضيفها هنا، نخليها بالعجانة، نستعمل هذا المضرب. أوكي. عندنا هنايا أني خلطت البيضتين، عندنا هنايا الكوب واحد من الحليب، عندنا هنايا الفانيلا. أني هسه راح اضيف البيضتين ويل، ندخلها من هنايا، اضيف على كيفي البيضتين بالتدريج هكذا، اخليها تعجن عندي. اضيف الثانية هم، يعني اضيف الوجبة الثانية الدفعة. ما اخليها رأسا على العالي، اخليها على الناصي شوية شوية، بس بين ما تتجانس عندنا البيض ويا العجين. هسه شوية عليتها خاطر تتجانس عندي العجينة، تصير عجينة متماسكة. راح اضيف هنا ملعقة الفانيلا، ملعقة واحدة. اكو باودر فانيلا واكو سائل، انا دا استعمل سائلة.
لانه ريحتها قويه. خلي نشوف ملعقه صافي. طبعا راح نضيف هنا عندنا الكوب الحليب، نضيفه هم يعني على كيف خاطر أنا راح أضيفه وراح أغطيه. هذا هو هيجي. طبعا انتظرها بين ما تصير عندي عجينة متماسكة. أنا بس حبيت أشوفكم خطوة بخطوة، وانتظرونا لما نخليها. إذا متوفر عندكم كيس الحلواني خلوها بكيس الحلواني، إذا ما عندكم ما متوفر كيس الحلواني خلوها بكيس عادي وقصوها على شكل مثلث أو يعني 4 مرات قصوها خاطر يطلع الشكل اللي احنا راح نشوفكم اياه. وانتظرونا لما نقليها. لازم يكون الزيت بالبداية غزير، واثناء ما يكون غزير بعدين ننص عليه وخاطر تستوي من الداخل ومن برا. يا رب ان شاء الله تعجبكم. انتظرونا لما نقلي. ورجعنا لكم من جديد. اخر شيء هو احنا اللي قاعد نسويه. طبعا اني قليت هذا طلع شكله، حبيت بس اشوفكم. هسه راح اشرح لكم. لا تنسون الشيره لازم تكون بارده وتخلوها بالثلاجه. هي عباره عن كوبين شكر، كوب واحد من الماء، عصره ليمون، شويونه. عندنا هنا العجينه لازم تكون طريه لينه طريه، ما تكون قويه. عجينه الداطلي بهذا الشكل قاعد تشوفون احنا قاعد العجينه تنزل طريه وننقصها وقاعد. بس حبيت اقول شغله. طبعا الزيت اول ما تخليه يكون الزيت اول ما تحميه يكون حيل غزير، بعدين تنصين عليه الا تخلين عليه الداطلي بهذا الشكل، تقطعيه وتخليه حسب رغبتك انتي. يعني تسوي صغير كبير انت بكيفك. هذا الشكل احنا مثل ما دا اقول لكم العجينه تكون عندنا طريه. وهذا الكيس اللي قاعد نعصر فيه احنا حسب كل واحد حسب. اكو كيس حلواني جاهز، اني عندي هذه بس الصغيرونه مال حلواني، هي هذه اللي تطلع الشكل مال الداطلي مثل ما قاعد تشوفوها. وهذا شكلها احنا نمصيها ننتظرها يتغير لونها ونضيفها هنا بالشيره. وهذا شكل الداطلي اللي طلع. يا رب ان شاء الله يعجبكم. وانتظروا مزيد من فيديوهاتنا. زوروا موقعنا على اليوتيوب مطبخ رنا اكلات عراقيه منوعه، وزورونا على البيج مالتنا اكلات عراقيه منوعه. يا رب ان شاء الله يعجبكم وانطونا رايكم. السلام عليكم.